أرسنال ضد سيتي، الماتش اللي ممكن يحدد الدوري كله. بس خليني أقولك الحقيقة من الأول، الموضوع مش مين أحسن، الموضوع مين هيعرف يسيطر على شكل الماتش. سيتي دخل في الفورمة بتاعته، نهائي الكاس كان اللحظة اللي كل حاجة فيها ركبت مع جوارديولا والجهاز بتاعه. ومع كده سيتي لسه مش متوقع تكتيكيا من أول ضربة المرمى. من بعد نهائي الكاس ولحد دلوقتي اشتغل بثلاث أفكار تكتيكية مختلفة في بناء الهجمة. اول حاجه في نهائي الكاس، سيتي بنى اللعب ب 4-2-4، دوكو سيمينيو هالاند على الخط الامامي وشرقي حر وراهم. تاني حاجه قدام ليفربول، سيتي بنى اللعب بشكل مبدئي 3-2 مع نونيز نازل تحت اكتر واورايلي موسع على الخط فوق. تقدر تشوف هنا ازاي ده لخبط ليفربول، لا عرفوا يمسكوا مان تو مان ولا يقفلوا المساحات بشكل ذكي. قدام شكل ال3-2 كان في هالاند وشرقي كانوا نازلين يستلموا تحت، ودوكو وسيمينيو في مناطق اعلى. تالت حاجه واخرهم قدام تشيلسي، سيتي بنى اللعب ب 4-2-4 مع اورايلي ونونيز في مراكز الظهير، وهالاند وشرقي احرار، دوكو وسيمينيو اعلى وعلى الاطراف في الهجوم. 3 ماتشات 3 افكار مختلفه تماما، رغم انهم بيستخدموا نفس السيستم في باقي الطرق. قدام السيتي في افضل حالاته بشكل الدايموند في نص الملعب، شبه مستحيل تضغط عليهم، مع لعيبه بتنزل على اول خط دايما مع التبديل المستمر زائد مقاومه الضغط في النص. مفيش انماط ثابته يقدر الخصم يحجمها. مثلا هنا السيتي بيسيطر على كل حاجه. هنا مثلا ارسنال حاول يخلوا اللعب على طرف واحد ويمسكوا مان تو مان، بس الموضوع صعب جدا قدام جوده سيتي وذكائه والبوزيشنال بلاي وسط الحركه الزياده اللي بيعملوها. في الهجوم عندهم مهاجمين توب، مع شرقي بيصنع ولاعيبه بتوصل من ورا. ارسنال مسكوا مان تو مان في فترات، بس في اغلب الوقت كانوا مستمرين تحت فلو بلوك. سيتي عمل نفس السيناريو ده قدام 3 فرق تقيله ورا بعض، ارسنال، ليفربول، تشيلسي. وكمان من الناحيه الدفاعيه سيتي حول الشكل ل 4-2-4 زونال بريس، واللي اشتغل معاهم احسن بكتير من الدايموند بريس. الفكره انهم يقفلوا خطوط البساط جوه الشكل، ولما الأجنحة تطلع تضغط على الظهير يبقى في دعم للضغط على الأطراف. غلط أرسنال المرة اللي فاتت كان واضح. بص، الخطة كلها لازم تبقى متمحورة حوالين إنك تمنع السيتي إنه يرجع أرسنال لتحت ويحبسهم في لو بلوك. أرسنال محتاج يخلي الماتش متكافئ من حيث الشكل. لو سابوا السيتي يسيطر ويفرض تحكمه هيبقى صعب جدا تنافسهم. حالة الماتش هتفرق جدا في الماتش ده. مثلا لو ارسنال معرفش يمسك كرة كفايه والنتيجه 0-0 وسيتي تقدم 1-0، ده اسوأ سيناريو لارسنال. ليه؟ لانك هتفتح اللعب وغالبا مش هتسيطر على اي حاجه فهتتبلع. عشان كده الخطه كلها لازم تبقى متمحوره حوالين انك تمنع سيتي انه يفرض ضغط مستمر بسهوله على المناطق العاليه. لو ارسنال قدر يعمل كده ويتقدم 1-0 مثلا، ساعتها هيبقى مقبول اكتر انك تدافع تحت، بس لازم يفضل محافظ على خطورة هجومية. عشان يحققوا ده ارتيتا لازم يظبط بناء اللعب. المرة اللي فاتت ارسنال فشلوا يعملوا اي حاجة صح في المرحلة دي. كان المفروض يستخدموا الاجنحة اعلى وعلى الخط عشان يثبتوا اظهرة السيتي لورا، ويبقى في لعيبة اكتر متمركزة فوق عشان يعرفوا يدخلوا جوه بلوك السيتي. افتكروا، سيتي مش بيدافع مان تو مان، دايما بيبقى عندهم زائد 1 في الدفاع بسبب كده. بس ده معناه ان ارسنال دايما هيبقى عنده زياده عدديه في اول مرحله البناء. ريال مدريد، ليفربول وتشيلسي كلهم كان عندهم خطط احسن يقدر ارسنال يتعلم منها. اول مرحله في البناء بتبقى صعبه، ارسنال ممكن يلعبوا على الظهير ويرجعوا يطلعوا منها على الراجل الفاضي والكلام ده كله، بس هيبقى اذكى لو لعب مباشر لما يقدر. بس الكلام ده لو سيتي بيدافع زونال. ليه؟ عشان ده ماتش ضغط عالي. ليفربول عملها بشكل كويس، صلاح وايكيتيكي كانوا على الخط الامامي عشان ينافسوا على اول كوره مع خط دفاع السيتي، بس التوقع ان السيتي كان يكسب الالتحام الهوائي الاول. ليفربول زودوا العدد في النص عشان يلموا الكره التانية، وده خلاهم ينجحوا في فترات. بس الاعتماد الزايد على اللعب المباشر مش حل مثالي. ليه؟ لانك لو هتزود العدد في النص وتعتمد على نفسك تكسب الكره التانية قدام لعيبه زي رودري، برناردو سيلفا وشرقي، دي فيها ريسك عالي قوي. انك تميكس ده مع البناء هو المفتاح. الفكره بقى في تفاصيل لعب ليفربول المباشر، انهم كانوا بيبنوا بلعب محور واحد بس. مفيش داعي ابدا يبقى عندك 2 ورا هالاند وشرقي في اول خطوط ضغط السيتي،
لانهم متراقبين بالشادو ماركينج. ليفربول كان عنده واحد بس في المنطقه دي، ده اداهم فرصه اكتر يلاقوا لعيبه بين الخطوط في عمليه البناء، وكمان لاعب زياده جاهز ينافس على الكره الثانيه حوالين ثنائي وسط السيتي. كمان ارسنال لازم يدوروا على كرات كليبد للظهير، لو اتنفذت صح هتمسك الجناح والظهير في نو مانز لاند، وتخلي اجنحه ارسنال 1-على-1 مع قلوب دفاع السيتي في مساحات كبيره جدا فوق. هنا ليفربول وصل للظهير، دخل بالكره لجوه وتقدر تشوف المساحه على الناحيه الثانيه وكمان ورا خط الدفاع. الجمع بين الثلاث حاجات دول مع بعض، اللعب المباشر عشان تكسب الكره الثانيه، البناء بمحور واحد، ولعب الكره للظهير، هيدي ارسنال افضليه تكتيكيه يقدر يستغل بيها ضغط السيتي. بس الفكره ان ارسنال مش عايز يفضل وقت كتير يبني من تحت، لان اكتر وقت ارسنال يقدر يسيطر فيه واكتر وقت سيتي بيبقى مكشوف فيه هو لما ارسنال يمسك كوره في مناطق عاليه وسيتي يدافع في ميديان بلوك او لو بلوك. في اللحظات دي ارسنال بيبقى مرن جدا في تمركزه وصعب تضغط عليه، بس لازم جدا يظبط التوازن في الهجوم. ارسنال عاده كويس جدا في فرض السيطره، وده راجع بشكل كبير لكفاءتهم في كل لحظه، بدنيا تكتيكيا فنيا وذهنيا. بس الابداع في اللعب المفتوح هو النقطه الوحيده اللي مستواهم فيه اقل من الفرق الكبيره، وهنا السيتي عنده الافضليه. بس هنا انا بقى بطلب من ارتيتا يعمل حاجه تقلب الموازين، يعمل اللي جوارديولا عمله معاه سنين كتير، يغير تكتيك في ماتش كبير يفاجئه، يخلق ظروف سيتي مش مستعد ليها، بيخليهم هم اللي مش متوقعين اللي هيحصل. اللحظه اللي ارسنال يقدر يعمل فيها كده في اللعب المفتوح، في طرق كتير يقدر يعمل بيها كده. اول حاجه 4-3-3 زي ما جوارديولا عمل قدام ليفربول كلوب لما كانوا بيضغطوا ب4-2-4، بتثبت الستة والظهيرين وترجع الأجنحة لورا، ويبقى عندك 3-2 في القلب قدام التسعة. تاني حاجة 4-2-4 في اللعب المفتوح، ما تلعبش بتسعة واقف على قلوب الدفاع، حول ال+1 بتاعت جوارديولا ل+2، زود العدد في النص بأقصى شكل ممكن، ده هيدي أرسنال وقت على الكورة والأجنحة تقدر تمد الملعب وتهدد ورا خط الدفاع. تالت شكل الدايموند في نص الملعب، لاعب 6 ينزل بين قلوب الدفاع، محور واحد، الظهرين يدخلوا لجوه، وتلعب ب10 بين برناردو ورودري، تزود العدد على السيتي في أول خط 3-2، في النص 4-3 أو 4-2 لو شرقي وهالاند ما رجعوش مع الستة، الهجوم بيثبت خط الدفاع. ليفربول كمان كانوا ديناميكيين جدا وصعب الضغط عليهم قدام السيتي في أول 35 دقيقة في ماتش الاتحاد. كورتس جونز كان بينزل يزود العدد في أول خط 3-2، الظاهرين كانوا بيدخلوا لجوه وكانوا مرنين جدا في تمركزهم بين الخطوط عشان يزودوا العدد على برناردو ورودري. حاجة واحدة مؤكدة، أرسنال لازم يغير طريقة البناء اللي لعب بيها قدام السيتي في نهائي الكاس، انسى تنفيذ كيبا، الموضوع كله ستراكشر. أرسنال محتاج يبقى عنده عدد كفاية من اللعيبة فوق مع توازن صح في البروفايلز الهجومية عشان يبقى فيه تهديد حقيقي لقدام في مواقف مختلفة. سيتي هو المرشح، عنده فورمة، زخم، الجمهور، الجاهزية والإصابات في صالحه، بس أرسنال متصدر الدوري أغلب الموسم لسبب، وهو كمان في نص نهائي الأبطال لسبب برضه. مش بس وقت اللعيبة إنها تظهر، ده كمان وقت أرتيتا إنه يظهر. مش نهاية العالم لو أرسنال خسر، لأن الفريقين هيبقوا متساويين في النقاط قبل الماتشات الأخيرة. لو سيتي كسب الماتش المؤجل، بس كلنا عارفين قيمة الماتش ده. الفكرة ان حتى لو ارتيتا ادى ارسنال افضل فرصة ممكنة يكسب عن طريق سحب السيطرة من السيتي ولعب بهجوم متوازن فيه داينامكس ابداعية عالية، سيتي برضو يقدر يكسب بسبب جودته في التحولات وجودته بشكل عام في كل الملعب. بس دلوقتي وقت قلب الطاولة. لو التحليل لمس معاك ما تنساش تدعمني بلايك واشترك عشان توصل لك كل الفيديوهات، وشير لأي حد بيحب الكرة زيك عشان يستلم ويشوف. سلام.